بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، آه الأهلي فاز على سيراميكا بهدف آه تريزيجيه، هدف وحيد. في البداية أحب أقول شكرا سيراميكا، شكرا كابتن علي ماهر، شكرا كريم نيدفيد، شكرا عمرو السولية، شكرا كريم، قلنا كريم نيدفيد، شكرا عمرو السولية، شكرا رجب نبيل، شكرا رجب نبيل. يعني بسم الله ما شاء الله، لعب زي الفل، لعب زي الفل في مباراة الزمالك. بسم الله ما شاء الله، تكفيل ملعب يا باشا، والعب على هجمة المرتدة. بص، ده مغلوبين 2-0، مغلوبين 2-0 وبياكلوا النجيلي. يعني مغلوبين 2-0 وبياكلوا النجيلي. النهارده بسم الله ما شاء الله في النادي الاهلي، مع قدام الاهلي يا باشا. بص يا تريزيجيه، خد يا باشا، خد يا باشا، خش حط هدف. إيه يا بسام، إيه يا محمد يا بسام؟ ده محمد بسام بيجسم، بيجسم قدام المنطقة. يعني انت مغلوب والدقيقة 87 ومغلوب 1-0 واحد، يعني انت تقدر تضغط وتخشن وتتعادل كل النجيلة زي ما كنت بتعمل في النادي الاهلي. شوط طولي وشوط واطلع وعرض بالملعب، وروح وغير الملعب يمين وشمال. ويا كريم نيدفيد، كريم نيدفيد ده اسطوره، ده انت اسطوره والله. بس صح، يعني هو يجيب هدف في النادي الاهلي، هو هيجيب هدف في البيت اللي اتربى فيه؟ وفي ايه يا جدعان؟ وشكرا باشا، اخر الباشا، الباشا اخر شكر ده للباشا محمود وفا، حكم المباراه. شكرا للباشا محمود وفا حكم المباراه. انت في حالتين عندك، واحده للاهلي وواحده لسيراميكا. بتاع السيراميكا دي واضحه خالص، ياسر ابراهيم دايس على، انا مش عايز انطق اسمه، هو اسلام عيسى برضك. يعني ده اسلام عيسى ده، تشوف تبص عليه في ماتش الزمالك وبص عليه في النهارده. يعني بص عليه في ماتش الزمالك وبص عليه النهارده. ده يعني محسسني ان في ماتش ده هو لو بيلعب في الاهلي مش هيلعب كان في قدامنا احنا في ماتش الزمالك. النهارده بسم الله ما شاء الله مضيع هدف. الشناوي طلع، ده انت طالع لك الشناوي يعني اخبطها فيه، يعني اخبطها فيه. انا مش عارف ايه اللعيبه دي، هو ايه الفرق دي؟ تيجي قدام الزمالك واللي يعمل لي برشلونه، واللي يعمل لي ريال مدريد، واللي يعمل لي ليفربول ويجي قدام الاهلي لا مؤاخذه عامله زي البت اللي صباحتها كانت امبارح. ومعلق بس، يعني انا مش فاهم. انت معلق كره قدم، يعني انا المعلق ده انا مش عارف اسمه ايه اصلا. يعني انا ما عارفش اسمه ايه اصلا. انت معلق كره قدم، يعني شغال بتقول لي الاهلي والكوره وهتتعاد ومش هتتعاد. طب ما تطلع يا عم، ما تنزل يا عم وقول للحكم ان هي ضربه جزاء واحسب ضربه جزاء. و- وفي ايه؟ وكل ده يعني هو الاهلي لازم يعني عافيه، يعني ماشي عافيه. هو ما عرفش يفوز لعب، ولازم يفوز بالحكام يعني، ويفوز مش عارف. لكن كل اللي انا اقدر اقوله اني على نادي الزمالك، على نادي الزمالك ياخد باله. ما هو اشتغل. ما دولك الاهلي في المركز ال 16، ما ينفعش يا جدعان يبقى في المركز ال 16. ما ينفعش النادي الاهلي يبقى في المركز ال 16. الاهلي ده لما بيتعادل ولا بيتغلب يا مصر بتزعل، مصر بتزعل. ومين قال ان مصر بتزعل؟ ده انا مؤاخذه، روح شوف لك دكتور مسالك بوليه. ايه اللي مصر بتزعل؟ اي نادي مصري بيلعب عند مشجعين وعند البلد اللي هو فيه، سواء كان نادي جماهيري او سواء كان نادي شركه، جماهيره بتزعل. لكن ما تقوليش مصر بتزعل وكل واحد يدخل لي مصر في الحكايه وفي القصه. بس انت عندك حالتين يا حكم، يعني انت عندك حل وفاولات في نص الملعب يا راجل. حاجه انا مش عارف، دي فاول ودي مش فاول، ودي ضربه مرمى ودي مش ضربه مرمى، والكره هدف والكره مش هدف.
وبتوع الفار يعني انا مش يعني انتوا كبتوع فار يعني ده انت قدامك 10 كاميرات يعني ده انت لو في نمله يعني على نجيله هتشوفها يعني. وانتوا بتكيلوا بمكيالين ولا انا مش عارف يعني. بس انا يعني هو ما هو لازم يعني هو من مصلحتي ان الاهلي يكسب. انا من مصلحتي ان الشركه راعيه ان الاهلي يكسب. ما هو الاهلي لو خسر او ما كسبش والكلام ده كله فانا بخسر. فانا لازم بقى اخلي الاهلي يكسب. يكسب بقى حكام، يكسب ضربات جزاء، يكسب فاولات، يكسب اوفسايدات، المهم ان هو يكسب. وهو ده حال الكوره المصريه عندنا حاليا. فانا بقول لنادي الزمالك خلي بالكم الماتشات الجايه هيبقى في شغل يعني بص فاخر من الاخر. فانت تحاول تخلص ماتشك بدري بدري عشان الحكام بسم الله ما شاء الله خدوا الضوء الاخضر. احنا الاهلي في المركز ال 16 اصبح دلوقتي في المركز العاشر، برضك لسه تحت. تمام. والماتش الجاي انت هتلعب يعني اخوان بزيرة مش هيلعب عشان الاستاذ السيد امين عمر اداله انذار عليه مش عارف. يعني محمد هاني النهارده يعني بص ضربه ودعكه يعني بسم هو انذار واحد بس يكفي. انذار واحد لعيبه الاهلي يكفي. وبن بن بن شوال اللي جايبينه برضك نفس النظام. يعني ده طول يعني طول بالكذب لا حالل ولا رابط. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. فناخدوا بالنا الماتشات اللي جاي ماتش معاك انت معاك ماتش رخم. ماتش رخم بمعنى الكلمه. معاك ماتش الجوني. ماتش الجونه ده بص اوعى تكفيل لعب بقى وهجمات مرتده. وبص هربط لك انا قدام المنطقه. فنحاول ان احنا نخلص بدري بدري ها هدف والتاني واعمل اللي انت عايزه بعد كده. ف الماتش اللي جاي مع الجونه الماتش اللي جاي للحمراء هيلاعب الحرس. هو كده كده فايز. وكده كده هو فايز اصلا يعني هو حتى لو مش فايز متعادل خلاص. النهارده اول يوم في الضوء الاخضر يا باشا ضربات جزاء وبتاع ما فيش اي حاجه. الحكم راح محمود وفا. محمود اسمه وفا ولا جفا محمود وفا محمود وفا وفا وفاش ولا حاجه. والله ما وفا ولا حاجه. يعني انت معاك حالتين يعني شوف الحاله دي والحاله دي. وحتى يعني سبحان الله برضك يعني في نقطه عايز اتكلم معاها يعني بصراحه كلمه محشوره في زوري يعني. وبالنسبه لمخرج المباراه يعني هو مخرج المباراه ده يعني انت بتقبض مثلا من اللقطات دي ولا يا باشا انت بتنتمي النادي. خلي انتمائك ده على جنب. انت راجل محطوط في مكان معين فانت لازم تكون محايد. فبص تلاقي لقطة الأهلي بتتعاد بقى بص من 200 6000 زاوية وكاميرا. ويعني بص أنا عايز هي ضربة جزاء أو هي هدف أو هي أوفسايد لو في صالحه أو مش أوفسايد لو مش في صالحه. وتلاقي أي فرقة تاني سواء كان زمالك ولا مصر ولا إسماعيلي ولا صرم ولا أي فرقة بتلعب ضد الأهلي هي من زاوية أصلا ما يعني لو يعمل لك كده مش شايف. ما أنا مش شايف عشان أحكم. انا مش شايف عشان احكم. فالمهم ان احنا برضك في الاخر في الاول وفي الاخر انا متصدر لا تكلمني. انا متصدر لا تكلمني. انا في المركز الاول وانت في المركز العاشر. انت باريزة اصلا. انت اخرك تبقى باريزة اصلا. فان شاء الله باذن الله طبعا بنتايج احتمال برضك يغيب وبالزيادة يغيب. بس ان شاء الله باذن الله احنا عندنا لعيبه رجالي وهتلعب وهتكسب ماتش الجونه باذن الله. وان شاء الله باذن الله مستنيين الحمراء برضك. احنا برضك مستنيين الحمراء. وان شاء الله اخوان بزيرة هيلعب ماتش النادي الاهلي. وفي حاجه صح عشان برضك يعني انوه عليها ويا ريت الناس تعرفها كويس قوي يعني. والناس تخلي بالكم مني وبالذات الزمالك وجماهير الزمالك ومجلس اداره الزمالك واعضاء وكل الناس اللي هي تهمها
نادي الزمالك ومصلحه نادي الزمالك. يا جماعه اقسم بالله في ناس في ما تتبعش اي يوتيوبر ولا ما تتبعش اي واحد بيطلع لك بخبر ويقول لك اصل بيزيرة بيتمرد وبيزيرة مش عارف بيعمل ايه. ده اسلوب لا مؤاخذه، اسلوب قذر. يعني هو انت كنت نايم معاه مثلا يعني عشان انت تقول له شفته بيتمرد او مش بيتمرد؟ يعني هو عندك مصدر من دخل؟ هو كل واحد معاه واحد صاحبه بيشتغل مش عارف في النادي فلان، ولا بيشتغل في مكاتب اماميه ولا في شؤون عاملين، ولا بيشتغل مش عارف فين، يقول لك اصلا وانا عندي مصدر من دخل النادي. وانت طب وانت مسؤول؟ او انت مسؤول مثلا؟ هو يا باشا بص ده اسلوبه، بيصدروا لك يا باشا الاشاعات، وفي ناس تصدق وفي ناس ما تصدقش. وبعد كده الناس اللي ما بيصدقوش شويه هيلاقوا مش عارف ايه، يقول لك اهو الدليل واهو مش عارف ايه، واحنا في زمن الذكاء الاصطناعي، ويقول لك بلالين ومش بلالين والكلام ده كله. فكل واحد خلي باله، يعني مالكش دعوه، ما تسمعش اي حاجه من اي حد يقول ليه، الا اذا كان من مسؤول او قناه النادي بس. هو يعني خد حقك واديني حقك، خد حقك واديني حقك. ماتش اقسم بالله يعني انا مش عارف، يعني انت كحكم، يا ده انت اسمك حكم، يعني انت اسمك حكم، وانت يمسكوك مصحف يعني مثلا عشان تبقى انت فاكر؟ انا مش فاهم يعني. هو شوف يا سيدي، شوف الحاله دي لو على حسب القوانين واللوائح والكلام ده كله، ولا هي قوانين بزراميط، ولا هي ايه بالظبط، ولا مش عارف انا والله. ويقول لك لجنه حكام ولجنه مسابقات ولجنه مش عارف ايه ولجنه ورابطه انديه واتحاد كوره، واصل الاتحاد ده بعيد عن رابطه الانديه، ورابطه الانديه بعيده عن اتحاد الكوره. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. رجب نبيل يعني، هو يعني انا مش فاهم يعني هو ده سببه عدم تشريف يعني، ولا هو فعلا يعني على رأي اخويا خفاجة يعني؟ يا رجب نبيل، يا رجب نبيل، ده انت كنت عامل لي فيها بوسكيتس في ماتش الزمالك، واسلام عيسى ده بص عامل لي فيها لامين يامال، كوره ضد برزع على طول يا باشا في الجون. وكريم نيدفيد ده، انا عاوزه كريم نيدفيد. كريم نيدفيد ده يا باشا ما ينفعش يا باشا انا احط هدف في النادي الاهلي. يا باشا ده انت لو تنيت رجلك بس زاويه 15 تحت، يعني انت بص الكرة هاتها شناوي. وكل واحد يعني خلاص انت طلعت بره النادي، يبقى خلاص العب، العب راجل، العب راجل. وعلي ماهر مدير الفني في ماتش هات ماتش الزمالك وشوف علي ماهر بيعمل ايه، وشوف النهارده بيعمل ايه. علي ماهر يا باشا بص واقف كده. ما خلاص يا باشا، هي يقول لك اصل الماتش بيتفوت والماتش ما بيتفوتش. اعتبر احنا بيتفوت، احنا بنفوت ماتشات وبيفوت لنا ماتشات والكلام ده كله للناس اللي تحبنا يعني. طب ما انت زينا، هو يبقى ما تعيبش، يبقى ما تشتغلش وتقول اصل الكرة مش عارف عملت ايه والكرة راحت فين والكلام ده كله. ودايما بص انت هتفضل دايما المركز الثاني برضك بالنسبة لي. احنا كقطبين كرة مصرية زمالك واهلي، انا الزمالك الاول وانت الاهلي الثاني. انت خدت الكلمة مني، واحد اتنين، الفار راح فين؟ ده انت الفار معاك والحكم معاك والدنيا معاك والمدير الفني معاك ولاعيبه معاك ويا عمرو سولية يا عمرو رمانة ميزان ومش ميزان وبتاع، وفين القردة؟ ما شفتش موازين ولا شفت عربيات ولا شفت اي حاجة. فارحمونا ارحمونا يا جماعة، ارحمونا يعني. بس ده الفيديو اللي انا حبيت اتكلم فيه بصراحة، افضفض عن نفسي شوية يعني، واتكلم بصراحة عشان انا ما قدرتش يعني ان انا فعلا اسكت، او ما قدرتش ان انا اللي انا شفته. انا عموما انا واقسم بالله ما بتفرج على ماتشات الاهلي اصلا، يعني انا ما بحبش ان انا اتفرج، بس النهارده قلت اتفرج على ماتش النادي الاهلي.
فتلاقيت بسم الله ما شاء الله الحاجات دي. بس فكل اللي انا بقوله ان شاء الله باذن الله نخلي بالنا، بس ان شاء الله باذن الله الماتشات الجايه، ونحاول نخلص الماتشات بتاعتنا بدري بدري، ونحاول نخلص ماتشاتنا بدري بدري. بلاش الفزلكه وبلاش الترجيحات، حط يا باشا هدف والتاني ورقص واعمل اللي انت عايزه. والسلام عليكم.